اخدت عينه من الدراي ونزلت بيها المعمل المركزي لكليه الطب البيطري، وهناك قابلت دكتوره مها المسؤوله عن الوحده. السؤال بتاعي اللي كنت عايز اجابته كان بسيط خالص: حبايه الدراي دي نسبه البروتين فيها كام؟ الطاقه، الدهون، الاملاح، ونسبه الرطوبه. وبعد يومين استلمت النتيجه، وزي ما انتم شايفين فسوكا جايه تتاكد منها بنفسها. تعالوا بقى نشوفها ونقارنها باللي الشركه كاتباه. نسبه البروتين طلعت 30.5%، وده اكتر من اللي الشركه كاتباه بنص في المية. وبالنسبه للدراي فود ده او اي دراي فود تاني لازم نكون عارفين ان نسبه 30% بروتين دي نسبه كويسه. المفروض ان النسبه المثاليه بتكون من 30 ل 40%. ده 30% او 30.5% يعني يعتبر اقل حاجه ممكن نقبل بيها. تاني حاجه معانا نسبه الدهون طلعت 20%، والرطوبه 10%، والنسب دي طبعا ممتازه. نسبه الطاقه كانت 3155 كيلو كالوري، ودي كويسه برضه. واللي يهمنا اكتر نسبه الاملاح، واللي طلعت 5.8 بالرغم انهم كاتبين ان هي 5 بس، ومع ذلك النسبه دي تعتبر ممتازه جدا.